السلام عليكم أخواتي من أطباق قديمة وحديثة دائما كما عودناكم مع الجديد. هذه المرة بإذن الله راح نخدم وضعنا بريوش بلونين مختلفين وذوقين مختلفين. خرج هش خرج روعة ما شاء الله، تقدري تقدميه للضيوف تاعك، تقدري تفرحي به العائلة تاعك. تفضلي أختي معي للمقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. هنا عندي كأس من الحليب، يعني في السعة تاعو 250 ملي لتر، نصف كأس من السكر. وهنا عندي لافاني ملعقة كبيرة، من لافاني. وهنا عندي ملعقة كبيرة من خميرة الفورية. وهنا عندي نصف كأس من الطحين الأبيض أو الفرينة الدقيق الأبيض. نخلط الكل مع بعضه البعض. خلطوهم جيدا ونخلوهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق على حسب الجو، إذا كان بارد وإذا كان سخون. وهنا نضيف لها نصف كأس من الزيت. وهنا عندي ملح، قليل من الملح. وهنا عندي كيس من خميرة الحلويات. وهنا نضيف الفرينة. نبدأ نخلطه. نحاول انك تضربيها جيدا باش تقول الخليط تاعك املس. كل مرة نضيف لها الفرينة او الدقيق الابيض. يا اخواتي نخلطوها جيدا بالملعقة فقط، نضربوها زين، ما تحتاج ان ندركوه. اخواتي بعد ما ضربناها زين هاي نقسموها على 2. نحاولوا ان نسوي بين النصفين. هذا القسم الاول نديروا له الفرينه، نشفوه الفرينه فقط. كل مره نضيفوا له الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه. الفرينه على حساب كاين اللي تمص وكاين اللي تشرب وكاين اللي والو. انا خذات لي حوالي بالكل بالجمع 350 غرام. وهنا يلموها جيدا حتى نتحصلوا على عجين. يا اخواتي بعد ما حصلت العجينه ندهن هنايا الصحن تاعي بالزيت. هذا كمية قليل من الزيت. نضع عليه العجينه تاعي، نغطيها بالسيليفان ونخليها على جنب. ناخذ النصف الثاني، نضع حوالي ملعقتين من الكاكاو ونخلطه جيدا. ونعاود نشفه بالفرينة أو الدقيق الأبيض بالملعقة فقط. يا أخواتي تحصلوا على عجينة نلموها كامل. نضع عليه كذلك الزيت، ندهن الصحن تاعي ونضع عليه الكرة تاعي تاع قسم الكاكاو، ونغطيها هي كذلك ونخليهم يخمروا، خلوهم يرتاحوا قليلا. هاي اخواتي بعد ما ساعت العجينة تاعي هنا نقطعها الى كرات صغيرة متساوية. نتمنى اخواتي انكم تجربوها وتدعمونا.
هاي القسم الثاني هو كذلك نفس الشيء، قسمه إلى كرات متساوية. هاي أخواتي بعد ما كملت الكرات تاوعي، هنا عندي هنا حبيت نحشيهم. هنا عندي الشيكولا، شيكولة الطالي، وهنا عندي المعجون، معجون المشمش. والحشو هو اختيار، تقدري ديريه تقدري ما تستغني عليه، حتى بالحشو تجي روعة ما شاء الله. الاولى أنا كيما كي تخزري في الشكل، درت لها هنايا المعجون، العجينه البيضاء درت لها المعجون، والعجينه السوداء باذن الله نديروا لها الشيكول. ذوقين مختلفين ولونين مختلفين. عجينه البيضاء لافاني، وعجينه الشيكولا السوداء. هاي اخواتي بعد ما ندير لها المعجون نحاول اني نشكلها ونزيق لها في الحواف باش ما يخرجليش المعجون، ونحطها ونخلوها ترتاح قليلا. وهنا عندي عجينة الشيكولا، هو كذلك نفس الطريقة نديروها، وندير لها الشيكولا هنايا جمدتها، هنا درتها في المجمد باش تساعدني، وهنايا نديروها ونعاودو نشكلوها. نفس الطريقة بنفس كل الكريات. نحاولو نضغطو عليها باش ما تخرجلناش الشيكولا تاعنا. هاي اخواتي هنا عندي هنا مول في الفرن، هنا درت له ورق الطبخ، وهنايا ناخذ الكرات تاعنا نضغطوا لها قليلا، نشكلوا منها خبيزات صغيره. هاي اخواتي كما هو موضح في الشكل. وهنا عندي المول تاعي السرعه تاعو 24 سنتيمتر، انت اذا عندك اقل يكون احسن. انا عندي هذا كبير متوفر عندي. نضعهم هنا على بعضهم، ندير الكره البيضاء ونديروا فوقها السوداء، هكذا اخواتي بالواحده كل مره ندير العكس حتى نتحصلوا على هذا الشكل. خلوها هي ثاني كذلك ترتاح قليلا. هنا بعد ما ارتاحت خذيت هنايا البيضه تاعي مع قليل من الحليب وندهن بها البريوش تاعي. وهنا القسم الابيض حبيت نديرلو السمسم، او تقدري ديري السانوج كما حبيتي تقدري ديري. هاي اخواتي ضعتها في الفرن في 180 درجه حوالي نصف ساعة 30 إلى 35 دقيقة. وهنا دهنتها بالمعجون، هنا تقدر تدهنيها بأي ملمع عندك، هنا قليل لمعان فقط أو عسل أو كما حبيتي. هاي أخواتي خرجت روعة ما شاء الله. هاي أخواتي البريوش تاعنا بألوان مختلفة، بلونين مختلفين وذوقين مختلفين، خرج روعة روعة ما شاء الله. إن شاء الله أخواتي يعجبكم وتجربوه وتساعدونا في القناة تاعنا وتدعمونا، هذه نتمناوها منكم. هاي يخرج هش ومحشي، يخرج روعة ما شاء الله. إن شاء الله أخواتي تجربوه وما تندموش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع وصفات جديدة إن شاء الله.